السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سارة الفخراني، والنهارده ان شاء الله روتين جديد، روتين يوم السوق. طبعا انتم متعودين معايا على ان انا بقول لكم اسعار الخضار في السوق لما باجي اعملها. بس قبل ما ابدا ان شاء الله يعني اقول لكم الاسعار وكده، عندي طلب بس خاص. يعني لو يعني انا بصراحة المشاهدات عندي بسيطة جدا، فانا حابة منكم تشجيع، فضلا وليس امرا طبعا، منكم تشجيع كبير. وعايزة يعني لو عجبكم الفيديو تحطوا لي لايك، ما تنسوش اللايك عشان بيفرق جدا معايا، وعشان اعرف ان انا اتشجع واعمل لكم فيديوهات اقوى من كده بكتير ان شاء الله. واللي مش مشترك عندي يا ريت يشترك طبعا وينورني في القناة عندي. ويلا بينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. واقول لكم ايه عملت ايه وجبت ايه. بصوا بقى، ده كده اخر اسبوع في الشهر، فيعتبر انا جبت الحاجات دي. بصوا حبايبي، اول حاجه انا جبت جزر، ما كنتش محتاجه اكتر من نص كيلو جزر. تمام. فالجزر كان الكيلو عامل 20 جنيه، فدول نص كيلو ب10 جنيه. اوكي. وبعد كده جبت الطماطم، عايزه اقول لكم خطيره ما شاء الله اللهم بارك، تحفه تحفه الطماطم. بصوا جميله جدا وصغنططه كده وحلوه. وكمان جامده، يعني ممكن تعملي منها صلصه وممكن تعمليها للسلطه او كده. فتحفه. انا جبت 3 كيلو، الكيلو ب10 جنيه، فتعتبر طبعا نزل سعرها وخطير. اللي عايز يصلص بقى دلوقتي يصلص. ان شاء الله عايزه اجيب تاني عشان اعمل صلصه معاكم. تمام. فده كده 3 كيلو طماطم. جبت ايه تاني؟ جبت بقدونس. بقدونس يعني حلو جدا، من الحاجات الجميله جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان البقدونس اللي عنده مشاكل في الكلى، اعوذ بالله، يعني ربنا يعافيكم يا رب ويعافينا. بصوا حبايبي، بتجيبوا البقدونس تغسلوه كويس جدا، بعد كده بتغليه في ميه، وتروحي تشربيه بقى على مدار اليوم 3 مرات في اليوم مثلا على الريق، وبعد كده قبل كل وجبه. هتلاقي ان شاء الله الكلى عندك اتظبطت والاملاح اللي عندك نزلت كلها، وحاجه جميله. يعني البقدونس من الحاجات المفيده جدا، جيبوه على طول خلوه عندكم. تمام. ادي كده ده البقدونس، دول تقريبا كانوا ب5 جنيه. وانا ما رضيتش اجيب بنجر كتير لان استهلاكي فيه مش كتير، فده نص كيلو بس. جبت نص كيلو كان عامل برضو 20 جنيه، فدول التلاتة كانوا عاملين 10 جنيه. تمام. ودي الكوسه ان شاء الله هنعملها مع بعض النهارده في الروتين. انا هطبخها باذن الله معاكم. عايزه اقول لكم الكوسه خطيره ما شاء الله، وسعرها حلو، ب20 جنيه الكيلو، فحلوه جدا ما شاء الله. اللي عايز يجيب بقى كوسه اليومين دول حلوه قوي. تمام. فدي ب20 برضو الكيلو. ده كيلو كوسه، كيلو كوسه. اوكي. تمام. هبدا اشيله كده بس. تمام كده. ودلوقتي كمان جبت ايه بقى؟ ده من السوق برضو، بصراحه لقيته وعجبني جدا. انا بحب قوي الذره، فده ذره اصفر، اللي بيبقى سويت كورن تقريبا. بس يعني ايه، ما بيبقاش زي الابيض. فانا جبت 2 من دول، قلت اجربه، بعد كده ان شاء الله ابقى اجيب منه لو عجبني. ان هو انا بسلقه بصراحه، وبعد كده تشوحيه في شويه معلقه زبده، بيبقى خطير. فده الذره. والواحده ب10 من الاصفر، والابيض كان عامل 5 جنيه الواحده. تمام. فانا جبت 3 4 ابيض و2 اصفر. تمام. هنسلقه مع بعض برضو ان شاء الله. انا بسلقه في حله الضغط، بيبقى خطير. في ايه تاني؟ البطاطس. البطاطس برضو دول تقريبا كان الكيلو ب15. صغنطوطه بس جميله، يعني شكلها صغنطط بس حلوه جدا ما شاء الله. يعني الكيلو كان ب15، دول 2 كيلو تقريبا. تمام. الباميه اللهم بارك، الباميه اللهم بارك رخصت. فعايزه اقول لكم دول ب30 جنيه الكيلو، فجبت كيلو. ده كيلو باميه ب30. اوكي. وكمان من العطار جبت نص شوفان. عايزه اقول لكم ده بالوزن كان الكيلو عامل 60 جنيه، فدول ب30 جنيه الحبه دول. ده ب30 جنيه. ماشي. وجبت كان ناقصني بصراحه حبه بركه، فجبت ب20 الحبه دول ب20 بس كده. وكمان جبت فاكهه بصراحه عجبتني قوي قوي قوي. الكمثرى دي خطيره ما شاء الله. دي كمثرى ناشفه وحلوه قوي. فدي كانت الكيلو عامل 50 جنيه. الراجل اداني ال2 كيلو ب100. تمام. بس كده وبس كده. دي مشترياتي. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه النهارده. الروتين ان شاء الله يبقى قوي ويحمسكم كده، وتقوموا ايه تهدوا الدنيا ان شاء الله. وتعالوا بقى اشارككم ازاي بنضف الخضار عامه، او بحافظ على الخضار ازاي. بصوا حبايبي، اول حاجه انا بجيب الكربونات، وده اللي هو بنجيبه من عند العطار. بحط معلقه كده على الفاكهه او الخضار. انا هحط كمان على الطماطم. تمام. وهسيبها بقى منقوعه في ميه كمان. ممكن ساعات احط لها خل، ساعات احط لها ليمون. الليمون افضل طبعا من الخل. فهحط عليها ليمون دلوقتي.
هحط عليها ليمون، عصرة ليمون، وهحط مية وانقعها فيها بتاع 5 دقايق، وبعد كده ابتدي ان انا اغسل واحدة واحدة، وبكده انا بكون نضفتها يعني كويس جدا. فحبيت اشارككم بالخطوة دي عشان اللي حابب يستفيد يعني. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة. عايزة اقول لكم هنعمل كوسة، صينية كوسة جميلة جدا. تعالوا نعملها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتديت ان انا هسخن بقى الصينية على النار، لان انا هحطها في الفرن، فبالمرة ايه اسخنها. اوكي، هبتدي اول حاجة. انا عندي العصاج جاهز. بصوا، اوبس سوري. العصاج ده احنا كنا فاكرين عاملينه مع بعض ومقسمينه، فانا هنا عندي ايه، معلش هحط 2. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. علشان انا النهارده جبت زي ما وريتكم كيلو من الكوسه، اوكي، اللي احنا لسه شايفينها مع بعض في المشتريات، وكمان كان عندي كيلو سوري نص كيلو من قبل كده، فده كيلو ونص، فهيبقى على يومين. فانا قلت ايه، اعمل ازود بقى على اساس تبقى اكله اليومين واريح دماغي تاني يوم. فهعمل العصاج هفكه دلوقتي، وهنزل بالكوسه بعديها دلوقتي. وكمان قطعت عليه فلفل، بس هو مش باين الفلفل عشان هي كلها خضرة، فقطعت عليه 2 فلفل اخضر شرايح صغنططه كده. تمام. هحتاج ايه تاني؟ هحتاج زبده. تمام. وهحتاج ايه، طماطم، وكمان ملح وفلفل وبهارات، اي بهارات انتوا بتحبوها بقى. تمام. بس كده. فهخلي ده يفك الاول، وبعد كده نحط الكوسه. وعلى بال ما تعمل، عبال ما تفك اللحمه المفرومه، تعالوا نعمل ايه بقى، تعالوا نعمل الرز مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا كمان كنت عامله معاكم قبل كده في التحضيرات المسبقه، كنت عامله معاكم ايه، كنت عامله الشعريه اللي هي بصوا متحمصه وزي الفل. طلعتها من العلبه وحطيت كوبايه هستعملها دلوقتي معاكم. بصوا من الحاجات اللي بتنجز جدا معايا. كل اللي هعمله بقى هنا ان انا هبتدي احط كوبايه الشعريه، وهنزل عليها بالرز اللي انا غسلاه. اهو الرز. تمام. وكمان هحط عليها مكعب الزبده، واسيبهم بقى مع بعض، انفهم مع بعض الاول بالشكل ده. وهحط الملح على قد الرز، يعني انا حاطه تقريبا كوبايتين رز وكوبايه شعريه، فهحط 3 معالق من الرز سوري من الملح. تمام. بس كده. ومحضره عندي ميه سخنه هنا، هنزل بيها برضو على قد كميه الرز. عايزه اقول لكم بقى ان التحضيرات اللي بتبقى قبل يعني من وقت كده، وبتبقي انت حاطه الشعريه متحمصه جاهزه، بصوا ما خدتش مني ثانيه، كان لازم لسه احمص بقى الشعريه وبعد كده احط الرز. والقصه دي احنا اختصرنا برضو وقت، يعني يعتبر برضو ايه في وقت ايه مستقطع كده في النص. فالحمد لله حلوه قوي التجهيزات دي، ما تستغنوش عنها ابدا. اول حاجه بقى بعد ما جيت من السوق، عايزه اقول لكم عملت حطيت الطماطم معاكم والكمثرى، وبعد كده جيت بقى على طول قلت اعمل اكل اول حاجه عشان ابقى ايه انجزت بقى وخلصت الاكل، علشان ابقى رايقه، يعني تبقى وقت ما يعوزوا ان هم ياكلوا يبقى الاكل جاهز عندي، وبعد كده نشوف بقى نلملم بقيه حاجه السوق ونظبطها ان شاء الله. بصراحه انا اليومين دول بصحى متاخر شويه، يعني بصحى الساعه 10، كنت قلت لكم قبل كده، فبحاول ان انا ايه انجز الحاجه بدري، يعني الغدا بالذات اخلصه بدري، على اساس ان انا يبقاش ورايا حاجه بقى وابقى رايقه كده اليوم كله، ما يبقاش انا بجري ولا نفسي. فدايما اتعودوا انتوا بتعملوا الحاجه، وانتوا بتعملوا حاجه اليوم بتاعتكم، اهم حاجه تخلصوا الحاجات الاساسيه. يعني انا زمان كنت ايه مثلا ابقى مثلا ورايا حاجات في المطبخ كده، اقعد ارتب الدولاب. طب ما الدولاب كده كده اصلا مستني عادي، يعني هيقعد مش هيجري مننا، لا بس ساعات بقى انتوا عارفين ايه بيجي في دماغك كده، لا عايزه اخلص من الحاجه دي دلوقتي بقى، هي عامله لي دوشه في مخي كده فعايزه اخلص منها. فلا غلط، اتعلموا مني ان انا ايه كنت عديت المرحله دي، يعني ان انا ببتدي ان انا اعمل ايه الحاجه اللي تيجي معايا. لا دلوقتي في اولويات، خلصي الحاجه اللي هي هتريح لك دماغك، الاكل اول حاجه بقى، والحاجه اللي هي مثلا تكون ممكن تاخد وقت منك، وبعد كده بقى اعملي اللي انت عايزاه بقيه اليوم لو في طاقه يعني. فدايما رتبوا ان انتوا تعملوا الحاجه الاولويه، وبعد كده الباقي ايه يجي براحته بقى في الوقت اللي انت تكوني بقى ايه انجزتي فيه باقي يومك وخلصتي. بس كده خلاص خلصت. نهدي النار.
تمام كده. هغطي بقى واسيبها على نار عاليه لغايه لما يغلي، وهدي عادي يعني زي الرز العادي. نرجع مع بعض بقى للعصاج. انا هديت عليه النار عشان ايه؟ بصوا خلاص كده اهو حلو جدا. استنوا اهو كده. هبتدي بقى انزل بايه دلوقتي؟ عايزه اقول لكم بقى الريحه تحفه ما شاء الله. هنزل بقى بكميه الكوسه كلها، طبعا كميه كبيره، بس زي ما قلت لكم كده انا بعملها على يومين علشان اريح دماغي. فدي هتبقى ان شاء الله من غير شر للنهارده وبكره. اوكي. اول حاجه ابتديت ان انا احطها الكوسه. اهم حاجه بقى خطوه في الكوسه عشان تطلع معاكم خطيره، والناس اللي ما بتحبش تاكلها تاكلها. تشوحيها كويس جدا، تشوحي فيها كتير 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 لغايه لما تاخد لون حلو وتاخد من طعم العصاج. بعد كده بقى هنزل بيها دلوقتي. هنزل بالبهارات. هنزل بايه؟ بالفلفل. اول حاجه انا كده كده اللحمه متبله وحاطه لها الملح بتاعها وكله، فالبهارات هتبقى للكوسه بس. تمام. ابتدي ان انا انزل بكميه الملح اللي هي مناسبه، واديها بهارات بقى براحتك، البهارات اللي بتناسب. يعني انا بصراحه بحب البهارات بتاعت الفراخ زي ما قلت لكم كده، صار بهارات فراخ اهو. هحط معلقتين بس، وهديها. انا بصراحه كنت هحط زبده كتير، فهحط المكعب الصغنطر ده بس، لان العصاج فيه دسم، عشان ما تطلعش ايه بقى دسمه قوي. اوكي. وهسيبها بقى تاخد شويه كده لون، وبعد كده نحط بقى الباقي. خلاص بعد ما خدت تشويحه حلوه قوي كده، بصوا تحفه جدا. دلوقتي بقى ابتدوا انزلوا بقى بصلصه الطماطم. دي طماطم من اللي احنا جبناها برده، خلطتها انا، ضربتها في الكبه وحطيت عليها شويه ميه، وهبتدي ان انا ايه ادخلها كده في الطماطم واسيبها بقى. حابين تحطوا شويه شوربه عندكم تمام، ما عندكمش زي حطوا شويه ميه سخنه بس وخلاص على كده. بس الاول هسيبها مع الطماطم شويه، وبعد كده ازود لها شويه ميه صغيرين. بسم الله. هزود بس شويه ميه سخنه كده تغطي الكوسه على اساس انها تستوي فيها، وبعد كده بقى اسيبها تغلي غلوتين حلوين، ولما تتسبك هندخلها الفرن. وبس كده حبايب قلبي. بصوا بقى الصينيه بعد ما طلعت من الفرن، عايزه اقول لكم شكلها وطعمها ان شاء الله هيبقى خطير. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. والف هنا والشفا حبايبي على اللي هيجربها. والفقرة دي دلوقتي عايزة اقول لكم بناء على طلب متابعة قمر بتتابعني مخصوص ليكي يا استاذة كريمة حبيبة قلبي، ما بتفوتليش فيديو الصراحة، وبتديني تشجيع جميل، وبتكتب لي كومنتات زيها بالظبط عشان هي ست جميلة. ربنا يبارك لي فيكي يا رب. دي انا كانت سألتني على علب التبروير اللي عندي، فانا هوريكي العلب، يعني ده جزء منهم، لان انا بصراحة اشتريت العلب تبروير على مدار سنين، يعني مش سنة واحدة، فاللهم بارك عندي كمية حلوة. فمن ضمن العلب بقى هنبتدي هقول لكم دي اسمها الوان تاتش. الوان تاتش دي بتبقى يعني ايه؟ الغطا بتاعها بتضغطي كده بس في النص فبيقوم يقفل، بتبقى محكمة الغلق جدا ما شاء الله اللهم بارك، ومن اجمل انواع العلب اللي ممكن تجيبوها. بتحافظ جدا على الحاجة في التلاجة، يعني ممكن تتبلي فيها، تحطي فيها الخضار المطبوخ، اي حاجة بتحافظ جدا على الحاجة. فدي اول نوع اللي هو الوان تاتش. ليه وان تاتش؟ عشان احنا بندوس عليها كده فبتقفل، بتبقى محكمة الغلق جدا. دي طريقة قفلها. دي اول علبة معايا. تمام. تاني حاجة، دي من العلب اللي هي بنحفظ فيها الخضار برضو والفاكهة، من العلب الجميلة العملية بقى لإيه؟ لشوية بواقي خضار، مثلا عملتي ملوخية وحاجة وهتسيبيها. دي طريقة قفلها ازاي بقى؟ دي زي دي. تمام. فطريقة قفلها بتمسكي كده الغطا وبتقفلي من الحواف كلها. تمام. بعد كده بتطلعي كده وتضغطي هنا عشان تطلعي لو في هوا زيادة، وبتقفلي، فبتحافظ على الاكل من غير هوا جوه. فممتازة جدا، ومن العلب الجميلة جدا والعملية، عملية جدا. بتدخل غسالة الاطباق، كل الحاجة بتدخل غسالة الاطباق، وانا مجرباها بقالي سنين، فاللهم بارك. يعني اللي عايز يجيب يجيب. هي دلوقتي اسعارها طارت في السماء، فالحمد لله انا كنت جايبه من فتره كبيره. دي برضو من ضمن العلب اللي هي بتاعه اللي هي الكبيره، يعني دي مثلا كام لتر؟ لحظه واحده، يبقى مكتوب تحت هي دي 4 لتر ونص. تمام. 4 لتر ونص. فدي برضو الغطا بتاعها، لحظه هجيب الغطا
اهو دي مثلا من دي زي دي برضو، دي 4.5 لتر. تمام. دي من اللي ممكن انقع فيها مثلا طماطم، اغسل فيها الخضار، القصه دي. وكمان بتحفظي فيها الاكل في التلاجة، بتحافظ جدا على الاكل. طريقه الغطا بقى دي بتبقى، بصوا بتدوسي في النص برضو، بس بتقفلي من الجناب. لازم تسمعي التكه دي كده، هي اتقفلت. تمام. فهي دي طريقه قفلها، بتقفلي كده من الجناب، وبعدين بتتكي في النص وتقفلي كده. هي ليها طريقه معينه في القفل، هي دي طريقتها. بتحافظ جدا على الحاجه. تقدري تحطي فيها كميه عنب حلوه، تقدري تحطي فيها خضار مثلا، فاكهه، وليها مصفى كمان. وليها مصفى بتيجي معاها يعني مع العلبه. تمام. بس هي مش موجوده عندي حاليا. وعندي كمان دي كان ليها مصفى، بس هي موجوده عندي، هشوفها لكم دلوقتي، هجيبها لكم. فيها باميه هجيبها لكم. بصوا حبايبي، دي الباميه اللي احنا عملناها النهارده. عايزه اقول لكم انا مش حطاها تحت المروحه وغسلت فيها الباميه. هي دي المصفى، بتبقى متخرمه كده من هنا. هي دي المصفى اللي كنت جايباها مع لون العلبه. هي مش عارفه، ما كانتش تيجي معاها تقريبا، بس كانت جايه مع لون العلبه. تمام. فهي دي دي بغسل فيها الحاجه وبصفيها كده، بتنزل الميه تحت، وبعد كده بسيبها بقى كده على اساس ايه، تتهوى وتنشف. فدي الباميه اللي احنا جبناها النهارده، انا قمعتها وغسلتها وسبتها تنشف. تمام حبايبي. وبعد كده بشيلها في الفريزر، هطبخها بكره او هشيلها في الفريزر ايا يكن. فهي بتتشال كده، ما بعملهاش اي خطوات تانية قبل ما اشيلها. تمام. فدي العلبه اللي بعد كده اهي. تمام. بعد كده بقى نيجي لعلب الميكروويف. علب الميكروويف من الحاجات الجميله جدا برضو في تبروير. هقول لكم دلوقتي. دي علبه اللي هي دي حجمها تقريبا لتر واحد تقريبا، او 800 مللي. 800 مللي بس حجمها حلو قوي. يعني ممكن تحطي فيها بواقي الرز مثلا او كده. القفله بتاعتها بنفس القصه، بنقفل من الجناب. تمام. هي ليها صمام من هنا بقى، بتدوسي كده، فده بيعمل تفريغ للهواء. بس بصراحه انا جربت ان انا اعملها في الميكرويف وادوس كده واحطها في الميكرويف، ده بيطير بقى. ما اعرفش، حتى لما بسيبه مفتوح كده بيطير في الميكرويف، فالضغط بيبقى عالي تقريبا عليها. فبصوا انا بشيله خالص، تقدري تشيليه خالص اصلا، يعني ممكن تشيليه خالص اهو، بيتركب وبيتفك عادي جدا يعني، مفيش مشكله. تمام. فبيبقى دي تهويه بس كده، ليها خرمه تهويه هنا كده، دي بتهوي بقى وبتخليش الحاجه انها ايه، تفرقع. او انك انتي تحطيها في الميكرويف وتحطي الغطا كده يا دوبك منظر، بس على اساس ان هو يبقى مغطي، علشان ايه، يشيل الضغط بس كده. فدي استعمالها جميل جدا برضو، ومن الحاجات الجميله. بس فيها عيب بقى، مش عيب هو يعني، انها بتعمل ابيض كده شويه، بس دي كمان نظيفه ما فيهاش ابيض. يعني بصوا الابيض ده كده معرفش ايه سببه، بس ده بيبقى بعد ما تدخلي فيها حاجه في الميكرويف بتعمل اللون الابيض ده. انا مش عارفه ايه سببه يعني، بس هي صحيه جدا، ممتازه جدا للميكرويف. بقالي كتير بستعملها، اللهم بارك، تحفه. تمام حبايبي. فدي علبه الميكرويف دي كده اهو. تمام. دي علبه الميكرويف. دي كمان علبه للميكرويف. هو ده كان طقم على بعضه 3، بيبقى لتر، 2 لتر، وتقريبا 3 لتر. تمام. فده كده بيبقى اهو برضو نفس القصه، بيتقفل كده، وبعد كده بتدوسي هنا برضو في الصمام ده، وبيتشال برضو زي التاني بالظبط، وبنفس القصه بتقفليه تاني. تمام. دول بتسخني فيهم الاكل، صحيين جدا، ما بتفاعلوش مع الحراره، من الحاجات المميزه جدا والسهل استعمالها. تمام. ايه تاني؟ انا براد الشاي، سوري، الترمس دوت اللي هو اللي بيحفظ الحراره ده، انا كنت جايباه برضو من تبروير. ده سعته لتر. فده كان ساعتها بقى، انا ده الوحيد اللي فاكره سعره بصراحه، كان ب1000 جنيه. بس ساعتها كانت ال1000 جنيه 1000 جنيه يعني، تقريبا من كام سنه. فبصراحه كان من الحاجات هو من الحاجات سوري المميزه جدا، بيحفظ درجه الحراره. يعني بعمل فيه الميه بحفظها مثلا من الصبح، بتفضل معايا لغايه المغرب مثلا، حلوه جدا وسخنه. تمام. البرطمان ده كمان من الحاجات اللي هي من تبروير. ده تقريبا مش عارفه كام لتر، مش عارفه كام لتر والله، انا 2 لتر تقريبا، 2 لتر تقريبا يعني على ما اظن. تمام. فده والله ما عارفه كام لتر، تصدقوا. هو المفروض ان هو بيبقى مكتوب فيه، بس انا مش شايفه، مش عارفه بقى، بقالي كتير قوي جايباهم، فمش عارفه والله. هشوف لو لقيت المكتوب عليه هقول لكم كام بالظبط. تمام. بس هو ما شاء الله كبير، يعني بياخد معايا 2 كيلو سكر ونص. يعني مثلا ممكن احط فيه 2 كيلو سكر ونص. تمام. فسعته حلو قوي. وكمان انا بستعمله بصراحه للتخليل، يعني بخلل فيه اللفت، خللته معاكم قبل كده فيه، من الحاجات الجميله جدا، بيستحمل الحراره. بتحطي فيه الميه سخنه عادي مع المخلل، وبعد كده بقفله واقلبه كده، بيستحمل ولا بيفرقع ولا بيحصل له حاجه، اللهم بارك يعني. البلاستيك ممتاز فوق الرائع، ممتاز جدا. تمام. فده من الحاجات اللي هي من تبروير برضو. تمام.
دي بقى حبايب قلبي علب الفريزر، دي من علب الفريزر بقى، ده اللي هي ساعتها تقريبا 450 مللي، ايوه مكتوب عليها 450 مللي. دي اللي هي بتبقى فليكسبل يعني مرنه ما بتتكسرش، فاهمين؟ فلما بتحطي فيها شوربه او حاجه فهي بسهوله بتطلع معاكي، او صلصه مثلا طماطم، بتشوفوني على طول بحط فيها الطماطم، بفرز فيها الثوم. من العلب الخطيره الحلوه جدا دي، برضو بتبقى محكمه الغلق، يعني هي مش محكمه قوي زي علب التلاجة، بس هي مش بتفك يعني ان شاء الله اهو. بصوا يعني بصعوبه بتطلع، بس مش زي مثلا ايه العلب دي مثلا، يعني دي لو جينا نفتحها كده، لو جينا نفتح مفيش، لازم انت تفتحيها كده بصعوبه، فبتحافظ قوي على الاكل. تمام. فدي من الحاجات اللي انت بتفرزي فيها في الفريزر، بتبقى ميزتها بقى ان هي مرنه، ما بتقعش منك تتكسر، لو وقعت منك بالغلط مش بتتكسر، فدي ميزتها. دي 450 مللي، دي بقى سعة لتر، العلبة دي سعتها لتر. تمام. حلوة جدا، حجمها مناسب جدا. بشيل فيها خضار برضو متفرز، او يعني بفرز فيها فاصوليا، بسلة، بتاخد معايا كمية حلوة قوي. يعني تعالوا اجرب معاكم هنا في البامية، بصوا يعني ممكن ده كيلو بامية بالظبط. تمام. فبصوا يعني هتاخد معاكم مش لتر بالظبط، يعني هي لتر بس مش بتاخد كيلو البامية، يعني عشان يقفل كمان انا ما حطيتش الباقي عشان تقفل. انا كده هقفل اهو، هتقفل. تمام. بس ممكن نزود كمان حبه منه نشوف كده، بس علشان عايزاها تقفل معايا. تمام اهو، بس بلاش يعني ايه افترا، هي كترت قوي فيها كده فمش هتقفل، فخلاص ننزل بقى حبه كده ونسيب ايه. المهم يعني انها بتشيل كميه لا باس بها، يعني دي الكميه اللي طلعت معايا، وده باقي الكيلو، فخدت كيلو الا ربع نقول، او كيلو الا حبه بسيطه، يعني حاجه بسيطه قوي. تمام. فدي العلبه اللتر، دي بقى اللهم بارك ممكن دي الاتنين لتر، دي علبه 2 لتر 2 لتر. دي بتاخد معاكي فرخه كامله، تاخد معاكي فرختين متقطعين، فرخه قصدي بحالها، يعني ممكن تحطيها فيها فرخه للتتبيل مثلا، تتبليها وتشيليها في الفريزر بحالها. فمن العلب الجميله جدا. انا بعمل بيهم ايه بقى؟ بصوا دي ممكن ترصي فيها العيش البلدي، تطبقيه وتحطيه، ممتازه جدا لحفظ العيش، برضو بنفس النظام، هي فليكسبل كده ما بتتكسرش يعني. تمام. فتقدري تتبلي فيها فرخه وتحطيها في الفريزر، تقدري انك انت كمان تحطي فيها، انا بحط فيها مثلا ميه لو بحط في كولمن الميه عشان الصيف تبقى الميه ساقعه، فبتلج فيها الميه وبحطها، بس 3/4 مثلا ميه كده، وبسيبها بتلج الميه وتحفه. تمام. بسيبها في الفريزر متغطيه، طبعا ليها الغطا بتاعها بنفس الطريقه اهو، هو كده قفلتها كده. تمام. فتحطي فيها ميه، تسقعي فيها ميه، تحطي فيها لبن، تاخد معاكي برضو اكتر من 2 لتر تقريبا، او 2 لتر لبن يعني، فكميتها حلوه قوي كبيره اللهم بارك، فممتازه للكميات، يعني هتتبلي كميات وكده فهتبقى جميله جدا. دي اكتر الحاجات اللي عندي. في السليم لاين كمان، ثواني اجيبها لكم. دي بقى السليم لاين، سليم لاين دي بتاعه كده بتحفظي فيها السوائل عامه، فبتتقفل قفلتها محكمه جدا، ودي الغطا بتاعها بتفتحي تصبي منها وترجعيه تقفليه، بتبقى جميله جدا في باب التلاجة. عايز تحطي فيها لبن، دي لتر. في منها الكبيره اللي هي ال2 لتر، بس هي مش فاضيه، ان شاء الله في روتينات تانية ابقى اوريها لكم يعني باذن الله. دي لتر 800 مللي. تمام. فدي جميله جدا في العصاير، الحاجات انت عايز تحفظيها بتحفظ الحاجه جدا ما شاء الله. دي بقى اللي انتوا بتشوفوها عندي على طول، دي بتاعه الزيت والخل. تمام. بتحطي فيها الزيت او الخل، ليها بقى هنا كده بتدوسي كده على الحته دي، هنا بقى بتصبي بتنزل لك يعني زي ما بتشوفوها في الفيديوهات عندي وانا بحطها، فيها الزيت وفيها الخل. تمام. تقدري برضو تحطي فيها الصوصات بقى يعني جميله جدا. تمام. فدي الحاجات اللي انا قدرت اصورها النهارده، ان شاء الله هبقى اصور لكم جزء تاني بحاجات تانية باذن الله، لو يعني باذن الله هشوف ايه الحاجات اللي ناقصه ما صورتهاش واصورها معاكم. بس كده حبايب قلبي، اتمنى النهارده الفيديو يكون مفيد ليكم، اتمنى طبعا يعني رجاء يعني انكم انتوا تشجعوني وتحطوا لي لايك للفيديو، عشان انا قناتي لسه صغنططه قوي ومفيش لايكات كتير ومفيش اي تشجيع يا جماعه، ما ينفعش كده. فمستنيه منكم تشجيع جامد لو عجبكم الفيديو، وانكم انتوا تشتركوا عندي وتنوروني في القناه عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.